حبايبنا كتاكيت اولى ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ان شاء الله. مبدئيا كده حابه اعرفكم بنفسي، معاكم مس نور وان شاء الله اكون مدرسكم الانتجريتد ساينس السنه دي. وخلينا نتفق مع بعض على حاجه من الاول كده، ان الماده دي مش ماده واحده، يعني هما ضحكوا علينا كلنا الصراحه وقالوا لنا احنا هنخليكم ايه تحسوا براحه وامان واستقرار، وهنلغي لكم 3 مواد ونديكم قصادهم ماده. فكان طبعا عرض مغري جدا، اي حد هيجري يروح عليه، ولكن دي ماده ب3 مواد. فانا عايزاك تبقى عارف ان دي ماده ب3 مواد، ما تعملهاش على اساس ان هي يلا ماده والسلام. اصل برضو اللي بيكروت ماده او بيراكم ماده مش زي اللي بيراكم 3. يعني انت ممكن لو مراكم ماده عادي هلمها ليله الامتحان حصلش حاجه، لكن لو مراكم 3 مواد ممكن ضميرك ينقح عليك. يعني ممكن قبل ما تنام كده ايه حاجه كده تقول لك يا ابني انت مراكم 3 مواد. فانا عايزاكم تعتبروا ان دي 3 مواد لانها 3 مواد. الماده مش صعبه خالص على فكره، الموضوع مش مجعلص ومقرف ويقف لنا في زره، ولكنها طويله، فهي محتاجه حد بيذاكر اول باول، يعني ايه ملاحق معانا كده، ما ينامش وما يراكمش. انا عارفه ان ده صعب عليكم بالذات كاولى ثانوي، ودي يعني النصيحه اللي انا عايزه اديها لكم، يعني كاخت كبيره كده خدوها مني نصيحه. اولى وثانيه ثانوي استغلوهم صح. انت محدش مركز معاك خالص. في ثالثه ثانوي هتلاقي كل الكاميرات مفتوحه عليك، وبنت خالة عم مامة باباك بتتصل بتقولك ايه انت عامل ايه وجبت كام، الحاجات اللي احنا كنا عارفينها دي. فانت دلوقتي محدش مركز معاك، ركز مع نفسك، حاول انت تركز مع نفسك، جرب تذاكر، حاول توجد طريقه مذاكره لنفسك، لان مش معقول ان حياتك اللي قبل ثالثه ثانوي تبقى منفصله تماما عن حياتك بعد ثالثه ثانوي. مش معقوله بهجه جديد هيتولد يوم 1/9 في الشهر ايه مع بدايه دروس ثانويه عامه، ده مش طبيعي. فحاول توجد لنفسك طريقه مذاكره، حاول تسبق بسلمه وانت لسه محدش مركز معاك. هتقدر تجرب تغلط تحاول عادي، محدش مستني منك حاجه خلاص. فلو سمحتوا ساعدوني اساعدكم، لما انزل حصه نشوفها بتركيز، حتى لو هتخليها على 2x ما عنديش مشكله، بس شوفها وانت مركز. يعني ما تبقاش نايم او بتاكل ومشغل اصلا الفيلم اللي انت تتفرج عليه الناحيه الثانيه وايه شويه معاه وشويه مع الفيلم، بلاش كده. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني مش عايزه مش بقول لكم ضحوا، ولكن ببساطه شديده الساعتين 3 اللي هنذاكرهم في اليوم ذاكرهم بضمير. المس نزلت هوم ورك، طب يلا نحله بضمير بلاش نكروت. المس نزلت فيديو حل الهوم ورك، طب يلا نروح نشوف الحاجات اللي احنا ما كناش عارفين نحلها ونجرب نحلها، يعني نفهمها. الكلاس شيت يا ريت نشوفه وما نعملوش سكاب. الكويز يا ريت نحله بضمير لان الدرجه هتتبعت لاولياء الامور، فيعني مش عايز شكلكم يبقى وحش قدام نفسكم الاول قبل ما يبقى قدام بابا وماما. المهم مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، وخلونا نبدا في المنهج اللذيذ جدا بتاعنا. منهج الانتجريتد ساينس الجزء البيولوجي فيه عسل. طبعا انا اللي عارفني هيعرف ان انا مدمنه بيولوجي يا جماعه، انا بعشق البيولوجي، ولكن للاسف في حته فيزيكس كده وفي حته كيمستري كبيره شويه مش صغيره الحقيقه، ولكن احنا هنحاول سوا نستمتع بالماده. يعني انا هحاول انا وانتوا سوا نستمتع بالماده. في حتت زي درس النهارده مثلا اسهل درس هيعدي عليك السنه دي عشان تبقى عارف، يعني اسهل درس اول درس ده النهارده، يعني ايه حلاوه البدايات. فاستمتعوا بحلاوه البدايات وحاولوا تحبوا الماده، حاولوا. انا عارفه الحاجات دي ما فيهاش ضغط بس يعني حاولوا. اول درس عندنا النهارده انا مسميه لكم our environment، هو البيئه بتاعتنا. افهمها بالمعنى اللي تفهمه الاثنين صح عادي مش فارقه كتير يعني. طيب تعالوا نشوف lesson 1 بيتكلم عن ايه. اول حاجه الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيها. الانفايرمنت دي زي ما قلت لكم كده هي البيئه اللي احنا عايشين فيها، وتاني بكرر لكم تقدروا تفهموا بيئه باي معنى هيمشي تمام مفيش مشكله. المهم الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيها دي اولا بيقول لي كده، يعني كتاب المدرسه حابب ايه يطلعكوا على الكلمات الفرنسيه، فبيقول لك والله دي جايه من اصل كلمه فرنش اسمها انديغو. انا كنت فرنسيه بس ما بعرفش انطقها. المهم which means surroundings او everything surrounds us. البيئه بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها دي هي كل ما يحيط بينا، كل حاجه حواليك لو بصيت لها كده هي دي جزء من البيئه بتاعتك. وخرج نفسك من اوضتك وحط نفسك في غابه عشان نعرف نكمل الدرس، لان الدرس مش على اوضتك خالص. يعني لو انت دلوقتي في صحراء او في غابه
او على الشط بتصيف، فاللي حواليك ده كله هي البيئة بتاعتك اللي انت عايش فيها. ولو ركزت هتلاقي ان هي فيها عناصر كتير قوي ممكن نقسمهم تحت 2 كاتيجوريز مهمين جدا او اساسيين، اللي هم ايه؟ اللي هم البيوتيك فاكتورز والابيوتيك فاكتورز. طيب انت عايز تقولي لي ايه؟ هقول لك يعني اي حاجه حواليك وانت في الغابه هتكون يا اما حاجه حيه عايشه فيها حياه زي مثلا الحيوانات او البني ادمين اللي معاك، مش فارق كتير، المهم، او مثلا البلانتس. طبعا حد يقول لي ايه ده؟ بلانت كائن حي؟ بلانت كائن حي ويعيش ويتعايش ويتنفس واحنا ظالمينه معاه. المهم لو بصيت الناحيه التانيه هتلاقي فيه ميه، هتلاقي فيه هواء، هتلاقي فيه تربه. ايه ده؟ يعني دي حاجات مش عايشه بس كونت البيئه اللي انا عايشه فيها، وفي حاجات على قيد الحياه برضو وكونت برضو البيئه اللي انا عايشه فيها. يبقى انا اقدر اقسم كل حاجه حواليا لحاجتين: حاجات عايشه فيها الروح من اول البكتيريا او المايكرو اورجانيزمز اللي انا ما اقدرش اشوفها بعيني بس هي بتكون الانفايرمنت بتاعتي ولازم نبقى معترفين بحاجه زي دي، او الحاجات اللي مش عايشه خالص زي الهواء والميه والتربه بس هم برضو بيكونوا الانفايرمنت بتاعتي. من غيرهم، من غير كل ده مع بعض مفيش حاجه اسمها انفايرمنت. اتفقنا؟ يبقى قال لي والله انا عندي بايوتيك فاكتورز يعني حاجات بيولوجيه، واي حاجه فيها بايو يعني حياه، عشان كده بحب البيولوجي جدا. المهم البايوتيك فاكتورز بتاعتي دي كده قال لي والله زي الهيومنز، زي البلانتس، زي الانيمالز، وزي المايكرو اورجانيزمز، اي حاجه فيها حياه فهي تعتبر بايوتيك فاكتور. طب الابيوتيك فاكتور، وخلي بالك عشان هنا مفيش مسافه ما بين الاي والبي خالص. ابيوتيك بنستعمل كلمه اي دي او الحرف اي ده في الانجليش لما نحب ننفي كلمه. فانا قلت لك ان بايوتيك اي حاجه فيها حياه، فابيوتيك يبقى انا بنفي صفه الحياه عن الفاكتورز دي، فهي فاكتورز حاجات مش عايشه زي الضوء مثلا، اللايت او الاير الهواء اللي حوالينا، الووتر والسويل. دي كلها حاجات مع بعض بتكون الانفايرمنت بتاعتي بس جزء منها عايش وجزء منها مش عايش. اتفقنا؟ دي حبه illustrations كده نشوفها مع بعضنا زي البايوتيك فاكتور زي ما قلت لكم، انيمالز، بروتستس اللي دي هناخدها ان شاء الله قدام شويه، هو كينجدم، بروتستا، دي كائنات كلها بتبقى مش مرئيه بالعين قوي يعني. البلانتس النباتات احنا، تمام. والابيوتيك فاكتورز temperature الحراره، الضوء، الميه، السويل، الملح، الاير، الجو، كل حاجه حوالينا مش حيه تعتبر ابيوتيك فاكتور. طيب الحته المهمه بقى هنا ان بيقول لك ايه بقى؟ حد هنا يقول لنا بصوا احنا قسمناهم لابيوتيك فاكتورز وبيوتيك فاكتورز، حاجات عايشه وحاجات مش عايشه، بس ده لا يعني نهائيا ان هما مش مرتبطين مع بعض، بالعكس هم ارتباطهم قوي جدا جدا جدا. والجمله دي انا هقولها كتير قوي النهارده. يعني احنا للاسف دمرنا الكوكب كله عشان متخيلين ان احنا اللي بنعمله في الانفايرمنت اللي حوالينا بتاعتنا، اللي بنقطع الاشجار مثلا، بنبوظ التربه، بنشغل مصانع بالهبل فالاتموسفير بتاعنا او الهواء اللي حوالينا اتلوث، احنا فاكرين ان احنا عايشين وخلاص. الحاجات دي مش حاسه بينا ولا احنا حاسين بيها، ولا هي هترجع ترد علينا تاني برد فعل ملائمه للفعل اللي احنا عملناه ده. انت عايز تقولي لي ايه؟ هنفهم الكلام ده قدام شويه، بس دلوقتي عايزه اقول لكم ان خلي بالكم ان البيوتيك فاكتورز والابيوتيك فاكتورز دول انتر كونكتد بشكل كبير جدا، في ما بيننا وما بين احنا مثلا والهواء اللي حوالينا. زي ما قلت لكم لو شغلنا مصنع فبالتالي لا، هو المصنع ده هيطلع غازات، فالغازات دي هتبوظ الاير اللي حوالينا، فلما نيجي نتنفس هواء هنلاقيه مش نظيف. يبقى احنا اثرنا على الانفايرمنت بتاعتنا والانفايرمنت بتاعتنا اثرت علينا. اتفقنا؟ يبقى الاثنين دول البيوتيك والابيوتيك هم دايما كونكتد، دايما في ما بينهم صله ربط، دايما في ما بينهم انتر كونكتد ريليشن شيبس، في دايما علاقات ربط ما بينهم، علاقات بتربط الابيوتيك بالبيوتيك، الحاجه اللي مش عايشه دي بالحاجه اللي عايشه، الاثنين بيأثروا على بعض والاثنين بيتأثروا من بعض، اللي بنسميها الانتراكشنز، اللي هي التفاعلات ما بين كل حاجه والتانيه. هنا مثلا مثال بسيط جدا جدا عن التفاعلات ما بيننا وما بين الايه؟ الابيوتيك فاكتورز، او ما بين البيوتيك والابيوتيك.
الشجرة دي مثلا هي ايه؟ هي بيوتك بلانت عادي، بيوتك على قيد الحياة، بتعمل فوتوسينثيس بروسيس وتطلع جلوكوز وتطلع اكسجين. مين اللي بيستفيد بده؟ احنا والحيوانات. تمام، وهتلاقيني بقول احنا والحيوانات كتير المرة دي، يعني النهارده اقول احنا والحيوانات كتير والايه والحد يفهم بقى. المهم جلوكوز واكسجين. الجلوكوز والاكسجين احنا بنستعملهم احنا والحيوانات في ريسبيريشن. احنا محتاجين الاكسجين ده عشان نتنفس، اللي البلانت نطلعه لنا كويست برودكت. طب ما هو ده الاكسجين ده اصلا اصبح حاجه ابيوتيك. هو الاكسجين ده الهواء اللي حوالينا ده حاجه عايشه؟ لا، ابيوتيك، بس هو قدر يتفاعل معانا مع الكائنات الحيه. طب واحنا بنعمل ريسبيريشن، بنتنفس، لما بنتنفس بنطلع كربون دايوكسيد بره في الهواء برضه. فالكربون دايوكسيد اللي احنا بنطلعه ده والووتر ايا كان بيرجع ياخده النبات تاني علشان يعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. ففي علاقه ربط قويه جدا ما بين البيوتيك فاكتورز احنا والنبات والحيوان، والابيوتيك فاكتورز الهواء اللي حوالينا، الميه اللي حوالينا، اي حاجه. اتفقنا؟ هنا بقى بيقول لي نوت، خلي بالكم. The environment is a whole system. البيئة اللي احنا عايشين فيها دي نظام كامل. All parts are connected. كل العناصر بتاعته مترابطة، وما تقدرش تفصل حاجة فيهم عن التانية، ما ينفعش، مش هيعيشوا. زي ما قلت لكم لازم 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 تلاقي في صلة ربط ما بين البيوتيك فاكتورز والابيوتيك فاكتورز. وهقول لكم مثال كمان شوية يوضح لكم الحتة دي أكتر. قال لي it's made up of physical, chemical and biological parts. ايه هي دي؟ الانفايرمنت، البيئة بتاعتنا. هتقولي لا مش مجمع معاكي، يعني زي ايه مثلا؟ هقول لك والله physical يعني حاجات physical، يعني مثلا زي الماونتنز، الجبال اللي موجودة حوالينا دي، الصخور، التربة، دي كلها حاجات physical مكونة لي شكل او الهيكل الخارجي بتاع العالم بتاعنا او البيئه بتاعتنا. الانفايرمنت كيميكال، والله العناصر الكيميائيه زي الاكسجين، زي الكربون دايوكسيد، زي الحاجات اللي حوالينا دي كلها، العناصر الكيميائيه دي كلها، طب ما هي موجوده في الهواء اللي حوالينا وبرضه بتساعد في تكوين البيئه بتاعتنا. طيب ايه كمان؟ قال البيولوجيكال بارت. البيولوجيكال اي حاجه عايشه، احنا الحيوانات، النباتات، المايكرو اورجانيزمز، اي حاجه عايشه. من الاخر عايز يقول لك ان الانفايرمنت دي معموله من فيزيكال وكيميكال وبيولوجيكال بارت، ما تقدرش تفصلهم عن بعض ابدا. اوكي؟ تحاولش. اوكي. بيقول لي هنا مثلا الانفايرمنت is also affected by different factors around humans and other living organisms. يعني الانفايرمنت اللي حضرتك عايش فيها دي بتتأثر بحاجات كتيرة جدا حوالين البني آدم وحوالين أي living organism تاني. يعني مثلا لو حضرتك كبني آدم جيت شغلت المصانع بتاعتك، المصانع عمالة تطلع غازات مش نظيفة فلوثت الأتموسفير بتاع الانفايرمنت. طب لما الأتموسفير باظ احنا هنتنفس ايه؟ هنتنفس هواء مش نظيف. طيب لو احنا فضلنا نقطع في اشجار كتير قوي، قطعنا في اشجار قطعنا في اشجار قطعنا في اشجار بنباتات بقى، واخدنا نباتات وبهدلنا الدنيا وبهدلنا الغابات من الاخر، الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات دي مش هتبقى كويسه، مش هتلاقي اكل تاكله. والحيوانات اللي بتتغذى على الحيوانات اللي بتاكل النباتات دي مش هتلاقي اكل تاكله. واحنا ذات نفسنا هنعاني من احتباس حراري زي ما حصل دلوقتي، لان النباتات بتساعد جدا في ان هي تقلل درجه الحراره وتكتر الاكسجين في الجو، بتنقيه من الاخر، بتخليه هواء نقي. فاحنا عملنا تصرف صغير من وجهه نظرنا، ولكن هو عمل تغيير كبير قوي في البيئه بتاعتنا. وعشان كده بقول لكم تاني خلي بالكم، اي فعل صغير انت ممكن تكون فاكر انك هو حاجه صغيره احنا بنعملها تاثر على العالم كله. عايزه اقول لكم ان في حاجات من زمان شويه، يعني يمكن من 100 سنه ولا حاجه، 50 سنه، حاجات كده، امراض كانت منتشره، العالم كله كان حاصل وباء عالمي، الناس بتموت ومحدش فاهم ليه. وكان ده بسبب مبيد استعملوه هو الDDT، ممكن تبحثوا عنه يعني لو عايزين، مبيد بشع، ولكن ساعتها هو كان بيقضلهم على الاخضر واليابس، يعني هم بيرشوه على النبات اللي عندهم، الزرع اللي عندهم، نسبه الاصابه زيرو، مفيش كائن حي ممكن يقدر يستحمله. بالظبط كده، احنا ما استحملناهوش، ولكن ما قدروش يلاحظوا ده غير بعد سنين طويله قوي ما لقوا الناس بتموت.
ليه؟ لان ببساطه شديده انت كمزارع رشيت الخضروات بتاعتك او الزرع بتاعك بمبيد، وفاكر ان خلاص كده الدنيا خلاص انا كده انا زي الفل، انا بحمي المحصول بتاعي. بس حضرتك دمرت العالم كله. ازاي؟ لو حضرتك رشيت المبيد ده فاكيد جزء منه طلع في الهواء، فالكائنات واحنا اتنفسناه، فده هيعمل مشكله في جسمنا حتى لو مش ملحوظه في الوقت نفسه، حتى لو مش في نفس ذات اللحظه. الحاجات اللي احنا بنشمها دي بتتراكم جوه جسمنا، ما بتروحش في حته. طيب بس كده يعني هو اثر على مثلا الهواء اللي حوالينا بس؟ لا، ده اثر كمان لو في حته ميه جنبه كده، المبيد وهو نازل من النبات وراح على التربه عدى على الميه فبوظ الميه، الاسماك بدات تعيا، ممكن بدات تموت، الثروه السمكيه ممكن تكون بدات تقل، واللي عاش منها احنا بنصطاده بناكله بيحصل لنا مشاكل حتى لو مش حاسين بيها في نفس ذات اللحظه. والتربه ذات نفسها اللي انت زارع فيها وغمرتها بالمبيد اللي انت مش عارف ايه تاثيره علينا وعلى الكائنات الحيه، دمرت التربه اللي موجوده. انتوا متخيلين؟ يعني انتوا متخيلين؟ العالم مش احنا في حته وهو في حته وخلاص اعمل اللي تعمله يا ابني، احنا طالما مش شايفين حاجه دلوقتي يبقى مفيش حاجه. لا، سبحان الله كل حاجه في العالم بتتاثر باللي احنا بنعمله. اي دمار انت شايفه في حياتك اتاكد ان هو سببه البني ادم. يعني الانفايرمنت مستحيل تدمر نفسها، لازم حاجه تدمرها، بالعكس هي قادره تتعافى. يعني احنا لو سيبنا بس شلنا الدمار اللي احنا بنعمله هنلاقي كل حاجه رجعت زي ما كانت، لكن احنا عمالين ندمر وبعدين نقول ايه؟ ياه الكوكب بتاعنا باظ، للاسف للاسف في احتباس حراري وفي خرم اوزون. الله الحمد لله. المهم بيقول لي بقى تعالوا نشوف تعريف جديد كده اسمه الايكو سيستم. الايكو سيستم ده والله يعني من الكلمه كده، من الكلمه واضح ان في سيستم، صح؟ سيستم ده اللي هو نظام، النظام. طب الايكو سيستم مش احنا لسه واخدين ان في انفايرمنت، في بيئه؟ طب ما البيئه دي لازم يبقى ليها نظام، لازم يبقى في نظام بيئي. طب بيعمل ايه؟ والله بينظم الحاجه. قال لي والله ده كوميونتي، ده مكان كده حلو بيعيش فيه وبينتراكت، بيتفاعل فيه الليفنج اورجانيزمز مع النون ليفنج اورجانيزمز ومع بعضهم. يعني انا مثلا ممكن اصطاد الحيوان واكله، تمام؟ زمان كانوا بيصطادوا مثلا ارانب مثلا، يعني حسيتها شرسه قوي اصطاد الحيوان واكله دي. يعني ممكن مثلا اصطاد السمكه واكلها، تمام؟ السمكه ممكن تاثر عليا وانا اصطادتها، تمام؟ انا ممكن اتفاعل مع الميه زي ما قلت لكم كده، ممكن اديلها مبيد يقضي على الثروه السمكيه كلها، اتفقنا؟ فمن الاخر الايكو سيستم ده هو النظام البيئي اللي فيه المكونات بتاعه الايكو سيستم او الانفايرمنت اللي احنا قلنا عليها اللي هي البيوتيك والابيوتيك بيتفاعلوا مع بعضهم. البيوتيك بيتفاعلوا مع بعضهم وبيتفاعلوا مع النون ليفنج ثينجز او الاورجانيزمز. خلاص؟ طيب of the environment to adapt. ليه؟ عشان نقدر نتعايش. احنا ليه بنتفاعل مع بعضنا البعض؟ عشان نقدر نتعايش. يعني ايه؟ يعني عشان نقدر نكمل في الحياة. يعني الاسد لو قال انا ماليش دعوة بالغزلان من النهاردة وهسيبها ومش هاكلها، هيموت، هينقرض، مش هيعرف يعني يتأقلم مع المواكبات بتاعة الحياة. اي حاجة انقرضت، اي حيوان انقرض انت مش شايفه قدامك دلوقتي، هو ما قدرش يتبع النظام البيئي، ما قدرش يتعايش في التغيرات اللي بتحصل لكل حاجة حوالينا فانقرض. اوكي بيقول لي there are many different types of ecosystems. يعني في أنظمة كتير جدا بيئية. ليه؟ لأن فعليا هي مش بيئة واحدة بس. ممكن تلاقي مثلا بيئة صحاري، بيئة الصحراء عايش فيها حيوانات معينة، اورجانيزمز معينة. ممكن تلاقي بيئة مثلا الاكواتيك المائية عايش فيها حيوانات معينة بطبيعة مختلفة تماما. ممكن تلاقي الرين فورستس الغابات الاستوائية عايش فيها كائنات تانية خالص بطريقة تانية خالص. فكل حاجة من دول ليها سيستم، ليها نظام بيئي بيدير البيئة دي، تمام؟ زي مثلا الاكواتيك ايكو سيستم او الديزرتس فورستس وغيرها كتير. زي ما انا مورياكم هنا كده في ايكو سيستمز كتير جدا، صحراء، ثلج، المناطق القطبية، المية، الغابة،
الصحارات اصلا مش نوع واحد، في صحاري كتير قوي، فكل واحد منهم ليه نظام. طيب ندخل بقى على الكلام اللي بجد، الكلام اللي بجد اللي هو من الاخر ده. وهنا كده اقدر اقول ان الدرس بتاعنا بدأ. يعني دي كانت مقدمه لذيذه وظريفه بتقول لك ايه، يعني احنا والعالم ايه مترابطين، بلاش تعمل حاجه كده تضر العالم فتضر نفسك، عشان احنا الاثنين interconnected سوا. بس دلوقتي بقى بيقول لي ايه، بيقول لي natural of environment consists of 4 spheres. وعشان ما تبقوش بتحفظوا خلاص، فعليا الكره الارضيه اصلا شكل سفير. يعني احنا لو جينا بصينا كده ادي كوكب الارض، احنا عارفينه كلنا، بس هو 3D، هو مش سيركل. فالسيركل لما تبقى 3D بنقول عليها سفير. اوكي، فبالتالي ده كده شكل سفير. هو عايز يفهمك ان السفير ده مش موجود كده وخلاص، لا، ده فيه اغلفه محوطاه، وعشان الاغلفه دي محوطاه فهي برضو واخده شكل سفير، فقلنا عليها سفيرز. فمثلا هديكم مثال، الميه، الغلاف المائي اللي محاوط كوكب الارض هو معمول من ايه؟ هو معمول او اسمه ايه؟ يعني اسمه هيدرو سفير. ايه ده ليه؟ قال لي والله عشان هو شكله سفير، لان هو واخد شكل كوكب الارض فهو سفير، هو مغلفها. فانت لما تغلف بوكس هدايا اكيد الغلاف هياخد شكل البوكس، فهيبقى هنا مغلفها. طب ليه هيدرو؟ قال لي اصل هو معمول من ميه، فاي ميه على سطح الارض او على كوكب الارض هو جزء من الغلاف المائي اللي احنا بنسميه هيدروسفير. ببساطه شديده جدا احنا قلنا والله في حاجات مغلفه الارض، ايه هي؟ سفيرز. ليه؟ عشان هي واخده شكل الكوكب فهي سفيرز. ايه مكوناتها بقى؟ تعالوا نشوف. فمثلا لو بصينا كده، اول واحد هو الاتموسفير. اتمو جايه من كلمه اير، يعني هي تشير الى الاير. فاي حاجه جو حواليك هو الغلاف الجوي، تمام؟ زي ما قلت لكم سفير ليه؟ عشان هو واخد شكل كوكب الارض اللي هو سفير، خلاص يبقى اتموسفير. طيب تاني حاجه، او خلينا في الهيدروسفير الاول. الهيدروسفير هي الغلاف المائي، يعني الميه اللي مغلفه كوكب الارض. طيب الليثوسفير، ليثو، جروب اوف بيبل اسمهم ايه؟ ليثو، تمام؟ ليثوسفير. الليثوسفير هو الارض، اي سويل، اي تربه، صخور، جبال، كل دي اجزاء من الليثوسفير، انهم جروب اوف بيبل اسمهم ايه؟ ليثو. طيب اخر حاجه احنا بقى، احنا وكل الكائنات الحيه احنا برضو عاملين غلاف، احنا برضو يعني محاوطين الكوكب. فالغلاف اللي احنا بنعمله اسمه بايوسفير. ليه؟ والله اصل هو مكون من كائنات حيه، كائنات حيه بايو سفير، عشان احنا مغلفين كوكب الارض. الموضوع بسيط جدا. فحد هيقول لي ايه؟ طيب انا شايف حاجه كده هنا مكتوبه، ده انت نسيتي ترقميها ولا حطها غلط ولا ايه؟ هقول لك فعليا ده الكرايوسفير او الكرايوسفير. طب الكرايوسفير ده ماله بقى؟ يعني ده ايه؟ قال لي والله ده الجزء الجليدي اللي موجود في الكوكب بتاعنا، هو الايس بارت اللي موجود على الارث. الايس بارت يعني اي حاجه تلج متلجه هي جزء من الكرايوسفير. فحد هيقول لي هو انت مش مرقماها؟ يعني اقول لك ليه؟ حد تاني هيقول لي معلش يعني مش عايز ابقى غيتت، بس انا هحاول ابقى غيتت واقول لك مش التلج ده اصلا ميه؟ يعني ليه ما قلناش ان التلج الايس بارت ده هو جزء من الهيدروسفير وريحنا دماغنا وخلاص؟ ليه قلتي كرايوسفير وقلتي هيدروسفير؟ انت عايز توجعي دماغنا ليه؟ هقول لك في الحقيقه فعلا الكرايوسفير هو جزء من الهيدروسفير. ليه؟ عشان التلج ده ميه عادي، فهو جزء من الهيدروسفير. بس انا فصلته لك، هيعرف ليه كمان شويه، عشان تبقى عارف ان الجزء التلجي بنسميه كرايوسفير. ما ينفعش اقول ان الهيدروسفير هو الكرايوسفير. ليه؟ لان في ميه عادي، في ميه دايبه. الكرايوسفير ما متقالش غير على تلج. فاقدر اقول ان الكرايوسفير هي جزء من الهيدروسفير، هي بارت اوف هيدروسفير، وعلشان كده هي تعتبر مش السفير الاساسيه، يعني هي جزء من دي،
هي جزء من الهيدروسفير. فاحنا قلنا ان احنا عندنا 4 سفيرز اساسيه. الهيدروسفير الميه اللي جنبينا، اللايثوسفير الارض اللي تحتينا، البايوسفير احنا، والاتموسفير الهواء اللي ايه فوقينا. حلوه دي. يبقى الميه اللي ايه اللي جنبينا هيدروسفير، الارض اللي تحتينا لايثوسفير، الهواء اللي فوقينا اتموسفير، احنا بايوسفير. طب وايه مثل الكرايوسفير دي يا حبيبي؟ ده جزء من الايه الهيدروسفير. ليه؟ لان والله الكرايوسفير دي ايس، ده تلج عادي. اتفقنا؟ اتفقنا. بيقول لي بقى نوت هنا ان الفور بارتس دول of environment are always changing. يعني الاغلفه اللي احنا قلنا عليها دي في صوره تغير دائم، وهيومن اكتيفيتيز بتاثر عليهم، وهم كمان بيأثروا على الهيومن ان ريتيرن. طيب ازاي؟ قال لي والله هم دايما في صوره تغير. ليه؟ لانه ممكن مثلا الجبال شكلها يتغير، صح؟ المطره اللي تنزل تغير شكل الجبل، التلج يسيح فيغير برضو شكل الجبل، المية اصلا تتحرك من مكان لمكان تاني فتتأثر هي وتأثر على الكائنات اللي كانت عايشة فيها. فهي في حالة تغير مستمر. السفيرز دي مش ثابتة، مش هي كده زي ما هي من 1000 سنة، لا مش هي بتتغير في صورة تغير دائم. والهيومن اكتيفيتيز بتأثر عليهم وهم كمان بيأثروا عليها. زي المثال البسيط قوي اللي احنا لسه قايلينه بتاع المزارع اللي رش مبيد وفاكر ان هو ما عملش حاجه. فعليا المبيد ده طلع اثر على الاتموسفير، بوظه، انتشر في الاتموسفير وبوظ الاتموسفير. مش كده وبس، هو كمان بوظ التربه اللي المبيد دخل فيها فبوظ اللايثوسفير. مش كده وبس، هو كمان بوظ الميه اللي المبيد اتسرب لها فهو اثر على الهيدروسفير. طب كده وبس؟ لا، الكائنات اللي موجوده في الميه دي او واحنا بنتنفس الهواء هنتاثر، فهو اثر على البايوسفير. يبقى حد مجرد بس ان هو بيرش مبيد بوظ او عمل تغيير، اتليست حتى لو ما بوظش هو عمل تغيير في الفور سفيرز اللي حوالينا. متخيلين؟ ده ابسط حاجه، ما قلتلكوش يعني ايه فتحنا مصنع ولا حاجه. ماشي. ده كان فيلم وثائقي كده على ناشونال جيوغرافيك، وصراحه هو مبهر. انا حاولت ادور لكم عليه يعني يكون موجود على اليوتيوب او كده بس ما لقيتهوش الصراحه، ولكن هو فعلا تحفه. اسمه المحيط مع ديفيد، وبجد عظيم. ليه بقى؟ لان ديفيد كان بيقول لك احنا ما فكرناش ننزل نبص في المحيط من تحت، احنا بنعمل فيه ايه؟ عارفين الصيد اللي هو الجارف، المراكب اللي بترمي الشبكه بتاعتها بتفضل ماشيه زي منى زكي كده تحت الوصايه، هي كانت بتطلع ترمي البتاع وبتطلع 80 كيلو جنبها. هي بتعمل ايه دلوقتي؟ المركب دي ماشيه تجر في قاع المحيط تخليه حرفيا صحراء. بينتقل من المنظر ده الشعاب المرجانيه والاسماك والثروه السمكيه ماشي، وكل حاجه يروح لمنظر الصحراء دي. المنظر فعلا كان يوجع القلب. ولكن هو قال ايه؟ هو قال ان ده تأثيرنا احنا اللي احنا مش شايفينه على المحيط، بس هو قادر يتعافى تاني لو احنا بس سبناه. عملوا محميات لمدة 5 سنين بس. المحيط من المنظر ده كان استعاد رونقه بالكامل، كان قدر ان هو 100% يتعافى. مش بس كده، لو مثلا الدايرة دي هي المحمية اللي هم عملوها، الثروة السمكية بدأت تنتشر براها. طيب انت عايزة تقولي لي ايه؟ عايزة اقول لك ان احنا اثرنا على المحيط، اثرنا على الانفايرمنت بتاعتنا، اثرنا على الهيدروسفير واللايثوسفير اللي موجودة فيه، وهو كمان اثر علينا لان الثروة السمكية فيه قلت جدا. فالناس اللي معتمدة بغذائها، في قبائل معتمدة بغذائها على اكل السمك وصيد السمك بالطريقة الطبيعية مش الجارف، تمام؟ ما بقتش لاقية تاكل، مفيش سمك، السمك مات. تمام، فهو اثر علينا واحنا اثرنا عليه. لو سبناه هيرجع يتعافى تاني، مش محتاجين نعمل اي حاجه، مش عايزين فزلكه. هو العالم مش محتاج فزلكه، لو احنا بعدنا شرنا عنه هو هيتعافى تاني بالكامل. طيب اول حاجه بقى هنتكلم عليها وهو موضوع الشابتر ده، والشابتر ده تقريبا 10 دروس حاجه كده. المهم يعني ان الهيدروسفير هو ده اللي احنا هنتكلم عليه طول الحصص الجايه تقريبا.
الهيدروسفير زي ما قلت لكم هو اي ميه موجوده على كوكب الارض. الغلاف المائي فهو اي ميه موجوده، محيطات، بحار، انهار، كل حاجه البحيرات بقى الصغيره، كل حاجه هي جزء من الهيدروسفير الموجود. فبيقول لي والله الهيدروسفير هو layer composed of all the water، كل الميه. لو كانت سواء الميه دي on او under او above the earth's surface. يعني ايه؟ هفهمكم كمان شويه. وكمان characterized it from any other plant in the solar system، ودي هنتكلم فيها كمان شويه. ولكن انا عايزه اركز معاكم، يعني ايه all water on و under و above الارث surface؟ تعالوا نشوف. قال لي والله انت قلتي ان الهيدروسفير دي هي كل الميه اللي موجوده على سطح كوكب الارض، ولكن الميه دي ممكن تبقى انواع. يعني ايه؟ يعني ممكن الميه تبقى on the surface زي البحر زي المحيط، هي على الارض على كوكب الارض، او ممكن تبقى under او in. يعني ايه؟ اللي هي المياه الجوفيه اللي احنا بنحفر الابار عشان نطلع الميه منها، فهي دي تعتبر مياه جوفيه. او above the surface يعني ايه؟ يعني الووتر فيبر اللي منتشر حوالينا ده، البخار الميه اللي حوالينا اللي عامل رطوبه جامده جدا، ده برضو جزء من الهيدروسفير. من الاخر اي ميه في اي صوره ليها في اي مكان على كوكب الارض هي جزء من الهيدروسفير. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. هنا مثلا اهو ادي الميه on the surface بتاع الارث، ادي السويل وهي عليه، او under هتلاقوها داخله جوه كده مياه جوفيه قدرت تدخل ما بين الصخور، او above في الجو بقى ايه؟ ووتر فيبر منتشر. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. هنا بقى بيقول لي نوت كده بسيطه، بيقول لي ان الهيدروسفير دي بتميز كوكب الارض عن اي كوكب تاني، بتعمل distinguish the earth's surface من اي بلانت تاني on the solar system. وارجوكم هو بلانت مش بلانت، بلانت ده اللي هو النبات، بلانت الكوكب. فيا ريت محدش يقول بلانت على البلانت، ومحدش يقول بلانت على البلانت لو سمحتوا، لان هي الحاجه يعني انا اسفه والله، بس يعني انا شفت دكاتره في جامعه بيقولوا بلانت على البلانت، ما ينفعش بجد، ما ينفعش. خلاص، فدي حاجه اي بي سي كده، احنا بناخد البلانت ده من واحنا قد كده، وبناخد البلانت من واحنا قد كده برضه. ممكن يكون في لبس حصل في الاثنين، معلش تعالوا نصلحه مع بعض. بلانت دي الكواكب، بلانت ده الزرع اللي موجود عادي. تمام. قال لي بقى ان الهيدروسفير دي بتميز كوكب الارض عن اي كوكب تاني في المجموعه الشمسيه. ليه؟ عشان هو عليه حياه. في كتاب المدرسه حط لكم كده سؤال، قال يعني اللي هو قال يعني بيقول لكم ايه؟ ممكن تفتكروا ليه العلماء اول حاجه بيدوروا عليها لما يكتشفوا كوكب هي الميه؟ بيحاولوا يدوروا هو الكوكب اللي احنا اكتشفناه ده عليه ميه ولا لا؟ فهو بيسالك ليه بقى العلماء بيعملوا كده؟ والله الاجابه بسيطه جدا. ليه؟ عشان وجعلنا من الماء كل شيء حي. من الاخر هم لو لقوا ميه على كوكب هيلاقوا عليه حياه، فاول حاجه بيدوروا عليها هي الميه. ليه؟ لان اذا ما وجدت الميه وجدت حياه، ده ما فيهاش كلام، حتى لو بكتيريا بس في حياه. خلاص؟ الهيدروسفير الميه او الغلاف المائي اللي بيحيط بكوكب الارض بتاعنا من الحاجات اللي بتميزه جدا، لان هي سبب في وجود الحياه عليه، على عكس البلانتس التانية في كوكب الشمس او المجموعه الشمسيه. طيب تعالوا بقى نتعمق اكتر في الهيدروسفير، واحنا نتعمق قوي 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 يعني. المهم الهيدروسفير قال لي والله الووتر بتعمل 70% من كوكب الارض. انتوا متخيلين؟ الميه اللي احنا حرفيا بنرمي فيها بلاستيك، زباله، مبيدات، المصانع بتخرج الصرف عليها، ثروه سمكيه رهيبه بتتدمر. 70% من العالم بتاعنا احنا بندمره بس بمجرد ان احنا نرمي زباله في البحر. انت بتدمر 70% من الكوكب بتاعك. متخيلين؟ رقم كبير جدا طبعا. فلو جه مثلا جاب لك حاجه زي دي وقال لك قول لي والله يا ترى الاخضر ده الارث ولا الووتر والميه دي ولا الازرق ده ارث ولا ووتر، طبعا هي واضحه جدا. دي ال 30% بتاعتي، فده اكيد الارث. وارث هنا ممكن نقولها
ككوكب، يعني بنقول الإيرث بلانت أو الإيرث اللي هي السويل يعني الأرض، الاتنين ينفعوا، عشان كده هو اسمه كوكب الأرض. ما علينا. طيب 70% من كوكب الأرض هو عبارة عن ووتر. قال لي بس الووتر دي أنواع صح؟ مش أي ووتر وخلاص. تعالوا بقى نشوف تقسيمة الووتر ذات نفسها. قال لي 97% salt water. فطبعا هنا ايه؟ حمادة فخوخ هيجي يقول لي يا مس انا اكتشفت غلطة. اقول له قول يا حبيبي قول يا مس عشان تعرفي بس ان انا مركز معاكي وشاطر. مش انتي لسه قايلة ان اصلا كل المية اللي على كوكب الارض بتاعنا 70% ثقة كده، فاهمين قصدي؟ فاقول له يا حمادة وبعدين؟ يقول لي يا مس ازاي كل المية 70% وبعد كده يبقى 97% سولت ووتر؟ هقول له منك لله يا حمادة. ليه؟ عشان انت كده سقطت حساب يا حمادة، طلعت اولى ثانوي ازاي يا حمادة؟ بصوا يا حبايبي ببساطة شديدة انتوا وحمادة، 70% ووتر دي ريشيو ما بينها وما بين الارض، ما بين اللاند. لكن اول ما نبدأ نتكلم عن الووتر فاحنا بناخد 100% من المية، يعني 70% كلها تمام، احنا ناخد كل المية دي تعتبر 100% ووتر. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني مثلا لو احنا قلنا احنا عندنا تفاح اخضر وتفاح احمر، 3 تفاحات خضراء و7 تفاحات حمراء، فهناخد ال7 تفاحات حمراء دول هم بقوا 100% بتوعنا، بقوا كل اللي عندنا تفاح احمر. بعدين بقى نشوف هنبدأ نوزعه ازاي. فال97% دي هي من 100% مية اللي هي اصلا عاملة كام؟ 70% ووتر من الكوكب بتاع الارض بتاعنا. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. 3% منه بس فريش ووتر. متخيلين؟ يعني الكوكب بتاعنا كله 70% مية. ال70% دول هناخدهم هيبقوا 100% بتوعنا، هنلاقي 97% منهم سولت ووتر، ميه مالحه، لا نعرف نشربها ولا نعرف نستعملها ولا نعرف نعمل اي حاجه. والفريش ووتر اللي هي حلوه وجميله والله 3% بس. ادي الله ودي حكمته، وهنفهم ليه على فكره، يعني هي مش غتاتة يعني، مش الحصه دي كمان شويه. طيب تعالوا بقى نقسم اكتر، نعرف ايه اصلا هي السولت ووتر وايه الفريش ووتر وبتتقسم لايه. السولتي ووتر قال لي ممكن نلاقيها فين؟ ممكن نلاقيها في الاوشنز، ممكن نلاقيها في البحر، ممكن نلاقيها في المحيط، ممكن نلاقيها في السولتي ليكس. الليك اللي هي البحيره، عندنا واحده مشهوره قوي تقريبا في واحد سيوه، بحيره الملح دي مستحيل تغرق فيها، يعني هي برضو ايه، كنت هوقع السياسه كله دلوقتي. المهم انت مستحيل تغرق في المكان اللي انت مستحيل تغرق. هنعرف ليه ان شاء الله في الدرس بتاع الدنستي، ممكن الدرس الثالث ولا حاجه هنفهم كويس ليه ما ينفعش نغرق في الميه المالحه، مستحيل حتى لو حاولت مش هتعرف. المهم خلي بالكم لان ليكس هنلاقيها كمان في الفريش، فهي بحيره، البحيره دي بتبقى تصغير بحر، فهي حته صغيره عامله دايره قد كده. والله لو كان فيها املاح كبيره بقت سولتي ليك، لو هي فريش يعني ما فيهاش املاح في مكان ما حصلش فيها ترسبات او ما فيهوش ملح كتير، فهي هتتجمع بركه ميه او بحيره ميه وهتبقى فريش ووتر. اتفقنا؟ اتفقنا. فلما اجي اقول لك مثلا هي الليكس سولتي ولا فريش، ما تردش عليا، ما ينفعش، هو عادي الاثنين، ممكن تبقى سولتي وممكن تبقى فريش. لكن البحر والمحيط الاوشنز والسيز طبعا سولتي، مفيش حاجه اسمها محيط فريش ووتر يعني. تمام؟ ده شكل الملح، يعني ده مش تلج، ده ملح فعليا، دي كلها املاح متخيلين موجوده مترسبه كريستلايزد، عامله كريستلز كده على البحار والمحيطات. اتفقنا؟ اتفقنا. طب الفريش ووتر، قال لي الفريش ووتر هقسمها تقسيمه ثانيه. لو فاكرين احنا قلنا ان الفريش ووتر هي 3%، احنا عندنا 3% فريش ووتر من كام؟ من 100% ميه، عندنا 97 سولتي وعندنا 3% فريش ووتر. ال 3% فريش ووتر دول قسمناهم كمان 1% بس، 1% بس من الفريش ووتر هي اللي موجودة في الأنهار، الريفرز
والفريش ليكس يبقى الليك ممكن تبقى سولتي لو فيها ملح، ممكن تبقى فريش لو ما فيهاش ملح. ماشي. والجراوند ووتر، الجراوند ووتر هي اي مياه جوفيه تحت الارض which makes sense لان احنا بنحفر ابار عشان نجيب الميه ونشرب، ف make sense ان الميه دي تبقى فريش واحنا نقدر نستهلكها ونستعملها. اوكي طيب امال ال 2% التانيين راحوا فين؟ ال 2% بتاع ايه؟ اقول لك لا ركز معايا، احنا عندنا 70% من كوكب الارض ميه. انا بكرر لكم الارقام عشان اكيد محتاجينها فحاولوا تحفظوها معايا. طيب 97% منهم سولت، 97% من الميه دي خلاص سولت ووتر، ميه مالحه. زي فين؟ زي في الاوشنز والسيز والسولتي ليك. طيب الفريش ووتر يبقى كده فضل 3%، ما احنا خدنا 97 يبقى فضل 3% ما فيهاش. 1% منهم فريش ووتر عاديه اللي هي بنلاقيها مثلا في الايه؟ في الانهار، في الفريش ليكس او في المياه الجوفيه الجراوند ووتر. طب ال 2% الفاضلين بتوع الفريش قال لي دول اللي بيكونوا لي الكرايوسفير. لو فاكرين بقى ايه الجزء بتاع التلج اللي هي الفروزن بارت، الريمين بارت اللي هو about تقريبا 2% دول هم اللي بيعملوا لي الكرايوسفير الفروزن ووتر اللي موجوده. الاقيها فين؟ طبعا في البولر ريجنز. وقال لي حاجه تانية كده ماونتن توبس، وعايزاكم تركزوا جدا في حته الماونتن توبس دي. المطره لما بتنزل، وده دلوقتي اللي احنا ان شاء الله هنشرحه دلوقتي حالا، المطره لما بتنزل على سطح الجبل من فوق كده على فوق الجبل بتعمل تلج، فبنلاقي ان كميه كبيره جدا من التلج موجوده على فوق الماونتنز، فوق الجبال، فبنسمي الموضوع ده ماونتن توبس. الايس بارت دي موجوده فوق الجبال او موجوده في البولر ريجنز في المناطق القطبيه طبعا زي ما احنا كلنا عارفين. اوكي طيب برضو هنا بوريكم ثاني الايس اون ماونتن توب. شايفين شكل التلج عامل ازاي؟ ده نتج من ايه؟ ده نتج ان الدنيا مطرت، المطره وقفت على سطح الجبل بس الدنيا هناك ساقعه جدا فاتجمدت. اوكي طيب هنا بقول لكم تيك كير، خلي بالكم اللي انا قلت لكم عليه. البارت سوري the ice part of hydrosphere هو الكريوسفير. الكريوسفير ده جزء من الهيدروسفير، بس ما اقدرش اقول ان الهيدروسفير هو الكريوسفير. ليه؟ لان الهيدروسفير جزء منه كبير جدا ليكويد، يعني هو ميه عادي، فما اقدرش احصر كل الميه اللي في حياتنا دي في الكريوسفير. لكن اقدر اقول ان التلج الحته الصغيره ال 2% دول هم جزء من الهيدروسفير. اتفقنا؟ اتفقنا. هنا بقى بيقول لي ايه؟ جيف ريزن. كتاب المدرسه حاطته لكم كده ايه بيذلكوا يعني. ليه؟ لان هو قال لك الميه اللي هي السولتي ووتر دي ما ينفعش نستعملها للري او للاستهلاك، احنا ما ينفعش نروح نشربها او ما ينفعش نروي بيها. طب ليه يا عم الحاج؟ قال لك عشان هي مالحه. ايوه يعني ليه؟ ايوه ليه؟ اولا لان ملوحتها احنا ما نقدرش عليها ولا النبات. بسبب ايه؟ بسبب ظاهره كده اسمها الاوزموسيس، والاوزموسيس دي ان شاء الله هناخدها كمان كام درس حلوين كده. فاتقل عليا هتفهم يعني ايه اوزموسيس، وهتفهم كويس قوي انت ليه ما ينفعش تشرب ميه مالحه ولا ينفع تروي النبات بتاعك بميه مالحه. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب فبيقول لي هنا unlike fish water، على عكس الفيش ووتر اللي احنا عادي ممكن نشرب منها، ممكن نستعملها في الري عادي جدا. salty water is not suitable for، مش ملائمه للهيومن كونسومشن، مش ملائمه لان احنا كبني ادمين يعني نستهلكها، ولا حتى في استعمالات تانية زي الاريجيشن اللي هو الري. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب ليه؟ قال لي والله عشان هي عندها هاي سولت كونتنت، عشان هي عندها تركيزات عاليه من الملح. يا باشا يعني ليه يا باشا؟ ما قالناش، بس هنفهم كويس قوي ان شاء الله لما نيجي ندرس الاوزموسيس قدام شويه. خلاص؟ اوكي. ووتر ان نيتشر، الميه بقى سيبكم من الازازه اللي قدامكم دي وتعالوا نشوفها في الحياه حوالينا عامله ازاي. قال لي مبدئيا كده الووتر زي ما احنا من KG2 بيقولوا لنا هي تقدر تتنقل ما بين 3 physical states: solid, liquid, gas. يعني انا ممكن الاقي الووتر في صوره ليكويد عادي جدا زي الازازه اللي قدام حضرتك، تمام، في صوره ليكويد، او ادخلها الفريزر فتتجمد فتبقى ايس، يعني تبقى solid
تمام، او اسخنها قوي احطها في الكاتل فتغلي وتتبخر فتبقى فيبر. ويا ريت ما تقولوش جاز، جازز او فيبر، وفيبر اسهل لكم. ما تقولوش جاز ليه؟ لان الجاز هو الحاجه اللي ربنا خلقها جاز، يعني ربنا خلق الاكسجين عادي في الهواء حوالينا فبنقول اكسجين جاز، هيدروجين جاز. لكن مستحيل تلاقي حد بيقول ووتر جاز، ده حاجه ثانيه خالص في الكيمستري ان شاء الله طبقها في ثالثه ثانوي، فملناش علاقه بيها خالص. ولكن هي اسمها ووتر فيبر ليه؟ لان ربنا خلقها في صورتها الطبيعيه ليكويد. حضرتك ممكن تسخنها فتتبخر فتبقى بخار ميه مش غاز ميه. اتفقنا؟ اتفقنا. دي معلومه ليكوا على الماشي كده، يعني عشان ايه تبقوا برضو ايه اساتذه from day one ان شاء الله. طيب دي بقى التنقلات ما بين ال 3 states بتوعنا، ومحتاجين تبقوا عارفين المسميات كويس جدا. فتعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه هي الليكويد ستيت. زي ما قلت لكم الليكويد ستيت لو انا عايزه اوديها تبقى سوليد ستيت يعني تبقى ايس، هعمل فيها ايه؟ هحطها في الفريزر، يبقى هعمل لها فريزنج، هجمدها. يبقى لما اقول لك عشان انقل الليكويد ستيت لسوليد ستيت ايه العمليه اللي هعملها؟ هتقولي فريزنج، سهل. طب عشان اسيح السوليد ستيت لليكويد تاني اعمل ايه؟ اسيح ميلتنج. يبقى عشان اتنقل من السوليد ستيت للليكويد ستيت هعمل ميلتنج. طب انا عايزه وصلت للليكويد ستيت خلاص وعايزه اوصل للفيبر ستيت اعمل ايه؟ قال لي هنزود الحراره شويه فنعمل عمليه اسمها ايفابوريشن، حتى جايه من كلمه فيبر. ايفابوريشن تبخر او تبخير. ده هعمله ازاي؟ هعلي درجه الحراره. شوفوا هنا درجه الحراره كام؟ بقت كام؟ عليتها فالميه بدات ايه؟ تطلع في صوره ووتر فيبر. اتفقنا؟ اتفقنا. قال لي طب يلا بقى ايه؟ نرجع من الاول. تعالوا نرجع من الاول. انا دلوقتي عندي فيبر، عندي ووتر فيبر، الميه اتبخرت، عايزه ارجعها ليكويد تاني اعمل ايه؟ هقول لكم ان احنا بنشوف ده يوميا تقريبا. لو دخلتوا المطبخ عايزين تشوفوا ماما عامله اكل ايه، فماما خلاص طفت على لسه طافيه دلوقتي على الرز او الباميه او اي حاجه، وانت رحت داخل ايه؟ ماما طبخه ايه النهارده؟ ورحت شايل الغطا، هتلاقي الغطا بينقط ميه، وممكن لو لسه سخن تنزل عليك تلسوعك. ايه ده؟ جت منين الميه دي؟ اكيد ماما ما حطتش نقط ميه في غطا الحل. كل اللي حصل ان ماما وهي بتعمل الطبخه هي مولعه النار على الاكل، والاكل ده فيه نسبه ميه، بس هي مغطيه الحله دي، فالبخار اللي عمال يطلع عمال ايه؟ يتجمع يتكدس، بيحصل له كوندنسيشن فبيرجع ليكويد تاني. يعني نقط الميه اللي على الغطا دي هي اصلها فيبر بس حصل له كوندنسيشن فرجع ليكويد تاني. اتفقنا؟ يبقى انا لو عايزه اروح من ليكويد ستيت للفيبر ستيت هعمل ايفابوريشن. العكس هعمل كوندنسيشن. يا ريت نركز جدا في المصطلحات دي لان هحتاجها دلوقتي. اوكي انا هعيدها تاني. طيب من الليكويد ستيت عايزه اروح للايس ستيت او السوليد ستيت هروح لايه؟ هعمل فريزنج. انا اعتقد ان الحته دي سهله، يعني حته السوليد والليكويد دي سهله. السوليد والله عايزه احوله لليكويد هسيحه وهعمل ميلتنج. الليكويد عايزه احوله لسوليد هجمده وهعمل فريزنج. خلصنا. ممكن اللي تبقى رخمه شويه معاكم في المسميات الحته دي، وهي برضو سهله جدا. ليه؟ لان زي ما قلت لكم احنا عايزين نبخر الميه، نخلي الليكويد يبقى فيبر، فنعمل ايه؟ نعمل ايفابوريشن. طب العكس تكدس للميه هنعمل كوندنسيشن، هرجعها من الفيبر ستيت للليكويد ستيت بتاعها. خلاص؟ اوكي. يبقى دي كده 3 تشينجز بتاعه الووتر ستيتس. الووتر ستيت او الووتر ممكن تبقى موجوده في 3 ستيتس، سوليد ليكويد جاز، وعرفنا بنتنقل ما بينهم وكل واحد ازاي. اوكي. انا اللي تشينج بقى ثرو 3 ستيتس دول، التشينج بتاع 3 ستيتس دول بيعمل لي حاجه اسمها ووتر سايكل، بيعمل حاجه اسمها دوره المياه، ودي اللي احنا حالا هنروح نشوفها لان دي من اهم الحاجات عندنا في الحصه النهارده ان شاء الله. اوكي يلا بينا. تعالوا بقى نشوف الووتر سايكل بسرعه كده وبمنتهى البساطه. هنشوفها الاول على البورد مع بعض، وبعدين نروح
نقرا السلايد على السريع، هي بسيطه فعلا وما فيهاش حاجه يعني، بس نركز. اول حاجه ممكن نبدا احنا بيها الووتر سايكل دي، بس هفهمكم ان هي ملهاش بدايه ونهايه. خلينا بس نكبر ده شويه عشان تشوفوا. اول حاجه ان انا عندي بقعه ميه هنا بنسميها ووتر بودي، يعني اي حاجه فيها ميه، بحر، محيط، اللي قلبك يحبه، مش مهم. المهم ان انا عندي فوق على الشمال كده او على اليمين، مش عارفه ايه، مش مهم، الشمس الشموسه. الشمس الشموسه بتعمل ايه؟ بتنزل حراره عاليه جدا على الووتر سيرفيس. وانا وانتوا عارفين، وانا عارفه انكم عارفين، الشطار وعارفين، لما درجه الحراره بتزيد يعني هتعلي التمبريتشر، ايه اللي هيحصل في الميه؟ ووتر الستيتس اللي احنا لسه قايلينها، هي هنا ليكويد، طب عماله الشمس تسخن فيها السيرفيس بتاعها هيبدا يحصل له عمليه تبخر. كان اسمها ايه بقى عمليه التبخر دي يا شاطرين؟ اسمها evaporation. يبقى اول حاجه احنا بدانا بيها، قال لي والله احنا عندنا ووتر بودي هنا، ميه، بحر، محيط، نهر، اللي عايزينه. المهم ان الشمس هتبدا ترازي فيه وتوقع الاشعاع عليه وتسخنه، فالسيرفس تسخن قوي، فتبدا توصل لمرحله الايه؟ انها تتبخر، يحصل ليها evaporation. طب لما يحصل evaporation تطلع على هيئه ووتر فيبر. تطلع فين؟ تلاقي نفسها بتطلع في السماء عادي، فتبدا تتجمع مع بعضها، ووتر فيبر جنب ووتر فيبر جنب ووتر فيبر جنب ووتر فيبر، يعملوا لي حبه ووتر فيبرز اللي احنا بنشوفها في السماء على هيئه كلاودز. ايه ده؟ يعني انا الميه فضلت تتبخر عندي لحد ما اتجمعت وكونت لي سحابه؟ ايوه. طب وهي تتجمع عندي احنا لسه واخدينها ان اسمها ايه؟ اسمها كوندنسيشن. كوندنسيشن. حد هنا ممكن حد شاطر مركز جدا معايا ممكن يتلخبط شويه، يقول لي يا مس بس انت لسه قايله لنا ان الكوندنسيشن دي بغير ووتر فيبر لليكويد. الكلاودز مش ليكويد، الكلاود برضو انا بشوفها طايره في الجو. هقول لك فعليا هي جواها ليكويد انت مش شايفه. بنبدا نشوفه امتى؟ في الشتاء لما يتقل قوي، لما تفضل ووتر فيبر ووتر فيبر ووتر فيبر ووتر فيبر ووتر فيبر فيتقلوا. يعني ايه يتقلوا؟ ما يبقوش قادرين يطيروا خلاص، نقط الميه فوق دي تقلت جامد، فيبدا ايه اللي يحصل؟ رين فوق، رين فول، تبدا الدنيا تمطر، يحصل رين فول، سقوط الامطار. الرين فول ده احنا بنسميه بريسبتيشن. عايزه اقول لكم على حاجه في الكيمستري، اي حاجه بتترسب لتحت بنقول عليها بريسبتيت، بنقول عليها راسب. يعني لو جبت سولوشن تيست تيوب ولقيت في حاجه مش راضيه تدوب، انت حاطط مثلا باودر والباودر ده مش راضي يدوب خالص، بقول عليه ايه؟ بريسبتيت. هات كوبايه ميه ومعلقه نشا ودوبهم من هنا للصبح، مش هيدوبوا معاك لحد ما تزهق، مش هتدوب. فبنسمي النشا ده بريسبتيت، راسب، اترسب تحت. طب ايه علاقه ده هنا؟ المسمى برضه ينفع. ليه؟ لان فعليا انت الميه اللي فوق في الكلاودز دي تقلت لحد ما انت خلاص ما بقتش قادره تمسك نفسها فوق، فهيحصل لها ترسب اكنها هتبدا تنزل، فبنسميها عمليه بريسبتيشن. اتفقنا؟ اللي هي رين فول، او لو ما كان قطبي قوي بيبقى سنو فول، هطول الايه؟ الجليد. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. تاني يا مس اللي انت بتقوليه ده، تعالوا تاني. احنا كان عندنا حبة مية هنا كده اهو، حبة المية دول الشمس مش سايباهم في حالهم، قلتلهم والله لا اوريكم، وراحت منزله عليهم درجه حراره محدش يستعملها. فالسيرفس بتاعه الميه ايه اللي بدا يحصل فيها؟ بدا يحصل فيها تبخر، عمليه evaporation. يا ريت تقولوا معايا، متبقوش قاعدين بتهزوا راسكم. evaporation. طب الايفابوريشن لما تطلع فوق في الجو
يحصل ايه؟ يقابلوا بعض. ايه ازيك عامله ايه؟ اهلا وسهلا ووتر فيبر، ده انا كنت مستنياكي والله، عماله ادور عليكي تطلعي. يبداوا يتجمعوا في صوره كلاودز في عمليه اسمها condensation. تكثف. عشان كده بنقول كوندنسد ميلك، اللي هو لبن مكثف، اللي هو الاغنياء بس اللي بيشتروه ده. خلاص، يبقى الكوندنسيشن حصل للووتر فيبر فخلاها كلاودز، خلاها تتكثف على بعضها، تترسب على بعضها. سوري، تتكثف، بلاش ترسب دي عشان ما تلخبطوش. طيب، بدأت نقطة ورا نقطة ورا نقطة، نقطة ورا نقطة ورا نقطة ورا نقطة ورا نقطة، لحد ما عملوا نقطة مية كبيرة. تقلت، ما بقتش قادرة تمسك نفسها في الجو anymore، خلاص مش قادرة. هتعمل ايه؟ هتبدأ تنزل في صورة أمطار، يحصل رين فول. أو لو أنت في مكان ساقع شويتين تلاتة هيبقى سنو فول. ليه؟ لأن النقطة وهي نازلة هتتجمد فهيبقى سنو. مش محتاجة فقاعية. ماشي. العملية دي بقى اسمها ايه؟ اسمها precipitation، ترسب. وكأن المية بتترسب لتحت، بتنزل لتحت، بتقع، مش عارفة تمسك نفسها وخلاص تاني. طيب، هنا بقى احنا عندنا حتة مهمة، الرين فول. قال لي ما احنا ممكن على الجنب كده نلاقي فيه جبل، صح؟ جبل وحش قوي، ده جبل وحش قوي، بس مش مهم يعني. المهم ان على الجنب كده هنلاقي فيه ايه؟ جبل، صح؟ ممكن كمان نلاقي فيه فجوات كده في الارض، يعني ادي كده الارض اهو، بس يبقى فيها فجوه، فيها حته كده مخرمه. قال لي طب ما الرين وهو بيقع، ما مش هقول لك انا هقع بس في حته معينه، لا عادي، ممكن يقع on mountain tops. الشاطر بقى اللي يقول لي ايه اللي هيحصل هنا. لو المطره وقعت على سطح الجبل ايه اللي هيحصل؟ بالظبط كده، هيحصل جزء من الكرايوسفير ايس. طب لو وقعت في حته كده، حفره في الارض او شق في الارض، نزلت في الشقوق بتاعه الارض، هتعمل لي الجراوند ووتر، المياه الجوفيه. وخلينا نفتكر مع بعض ان الجراوند ووتر والايس الكرايوسفير كانوا فريش ووتر. ايه ده ليه؟ عشان الميه اللي نازله من فوق دي ميه نقيه، ميه نقيه، فهي فريش ووتر. نزلت تحت الارض فبقت مياه جوفيه، وقفت فوق على الجبل فبقت ايس. شكرا. او رجعت تاني مكان طلعت على الميه عادي، فكملت البحر تاني، مش مشكله. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. طيب، قال لي العمليه بتاعه دخول الووتر في الجراوند او سوري يعني ما بين الصخور او كده او في السويل، تمام، دي بنسميها infiltration. يبقى العمليه اللي هتعمل لي جراوند ووتر اسمها infiltration. طيب، يبقى تاني احنا عندنا بحر، محيط، ايا كان، الشمس وقعت عليه، مش وقعت يعني حرارة، يعني في حرارة جامدة جدا عليه، فبدأ السطح بتاعه يتبخر، يحصل evaporation. أول حاجة عندنا evaporation، بدأ evaporation مع evaporation مع evaporation عمل لي الكلاودز في عملية اسمها condensation. طب وبعد كده الكلاودز بقت عمالة تتقل تتقل تتقل، فاحنا لما نشوف في الشتا السماء مغيمة معناها ايه؟ هتمطر. طب هتمطر ليه؟ عشان هي سودا قدامنا. سودا ليه قدامنا؟ عشان كمية الووتر اللي فيها او الووتر فيبر اتجمعت بشكل كبير جدا، فلما تبدأ ووتر فيبر مع ووتر فيبر مع ووتر فيبر يتقالوا. طب لما يتقالوا ايه اللي يحصل؟ يحصل بريسبتيشن. تالت حاجة، البريسبتيشن ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى رين فول، يؤدي الى سنو فول. اتفقنا؟ طيب، رابع حاجة قال لي ممكن المية اللي بتقع دي تقع ما بين شقوق الأرض فتعمل حاجة اسمها infiltration. عملية اسمها infiltration هي دي اللي تعمل لي جراوند ووتر. لسه ما خلصناش، بس خليني أسألكم، لو قلت لكم مثلا سؤال، ايه هي البروسيس في الووتر سايكل اللي بتتسبب في تكوين الكلاودز، formation of clouds؟ هتقولوا لي ايه؟ فكروا كده. condensation.
الكوندنسيشن هو اللي تسبب في تكوين الكلاودز، من غير الكوندنسيشن ما يحصل ما كانش هيبقى عندي سحاب. طيب ايه هو البروسيس اللي بيسبب لي وجود جراوند ووتر، مياه جوفيه؟ الانفلتريشن، برافو عليكم. الانفلتريشن الميه لما دخلت تحت الارض فبقت مياه جوفيه، جراوند ووتر. طيب ايه البروسيس اللي ممكن تسبب لي ايس بارتس on mountain tops؟ برضه precipitation. ليه؟ لان البريسبتيشن هي السبب في الرين فول او السنو فول اللي هو هيقع على سطح الايه؟ الجبل، فيسبب لي ايس بارت او كريوسفير. خلصت لحد كده؟ قال لك لا، اصل انت في العادي هتلاقي لسه في حاجات ناقصه. هتلاقي في شجره هنا كده، وهتلاقي في ارنب مثلا او دب مثلا، ايا كان يعني حيوان هنا. طبعا مش هرسم حيوان، مستحيل. اتend up ان هي فراشه، بس مستحيل نبقى بنتكلم على الفراشه، انا بتكلم على الحيوان بجد. ماشي، عشان الفراشة دي يعني تو كيوت ان هي تعمل اللي احنا لسه هنقول عليه. قال لي فعليا الكائنات الحية دي كمان بتشارك معانا في الووتر سايكل دي. ايه ده؟ ازاي؟ هقول لك. والله البلانت ده بيعمل عملية اسمها ترانسبيريشن. يعني ايه ترانسبيريشن؟ يعني بيخرج ووتر فيبر من الليفز بتاعته. طب والكائن الحي اللي هنا، انت، انا، اي حيوان، ماشي ما علينا، هيعمل برضو عملية ريسبيريشن، تنفس، هيتنفس، فهيخرج ووتر فيبر وهو بيتنفس، وهو بيعمل اكسهاليشن وهو بيخرج نفسه وخرج ووتر فيبر. طبعا حد هيجي يقول لي ده هو احنا بنخرج ووتر فيبر واحنا بنتنفس؟ دي معلومة عظيمة جدا. اقول لك يا حبيبي، روح اقف قدام مراية، اذا ما كنتش اصلا وقفت قدام مراية، واعمل هتلاقي في شبورة حصلت. ايه الشبورة دي؟ ووتر فيبر خرجت من بق حضرتك، حصل لها كوندنسيشن على المراية، فعملت الطبقة بتاعت الشبورة دي. يبقى انت بتخرج ووتر فيبر ولا ما بتخرجش ووتر فيبر؟ بتخرج ووتر فيبر. طيب فاحنا كمان بنشارك في حبة الووتر فيبر اللي طالعين دول عشان يعملوا الكوندنسيشن والكلاودز. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. تعالوا نروح نقرا الكلام ده على السلايدز، وهوريه لكم على فيجر تاني عشان نبقى قفلنا الحته دي، لان دي تقريبا اهم حته في الدرس، يعني هي الووتر سايكل. باقي الحاجات كلام دردشه يعني من وجهه نظري، يعني كلام ايه؟ دردشه. طيب يبقى لو انتوا خدتوا بالكم، السبب في ان في ووتر سايكل هي الستيتس بتاعت الووتر. ان الووتر تقدر تبقى سوليد، تقدر تبقى ليكويد، تقدر تبقى جاز. عشان كده مرة حصل لها evaporation، مرة تانية حصل لها condensation، مرة تانية حصل لها precipitation، مرة تانية وقعت على mountain top فبقت ايس كده. ماشي؟ ماشي. طيب قال لي ايه هي اصلا الووتر سايكل؟ مبدئيا واللي مهمة جدا جدا تعرفوها، ان هي ليها اسم تاني، ليها نيك نيم، اسم دلع كده، اسمه هيدرولوجيك سايكل. هيدرو من مية، تمام؟ هيدرولوجيك سايكل اكنها الووتر سايكل، بس اعرف الاسم ده كويس لان بيجيبوه في اسئله. تمام؟ تمام. طيب ايه بقى التعريف بتاعها؟ اللي يهمني قوي في التعريف بتاعها هو اتس نيبي كلوزد سيستم. ده سيستم مقفول. ليه؟ لان انا ما اقدرش امسكه. هتقولي ما انت بدأتي بالايفابوريشن، اقول لك عشان اشرحها لك. لكن ايه يمنع؟ مثلا البحر اهو، تمام؟ طب ما ممكن تكون الانفلتريشن حصلت الاول، فالميه دخلت على البحر، بعدين حصل ايفابوريشن، صح؟ بعديها حصل كوندنسيشن، السحب اتكونت، بعديها الميه وقعت. الميه اللي وقعت دي هتدخل في البحر تاني بطريقه او باخرى، وبعدين يرجع يحصل لها ايفابوريشن، بعدها يحصل لها كوندنسيشن، تعمل الكلاودز، بعدها يحصل رين فوق، وهكذا. هي دايره مغلقه، هي كلوزد سيستم. اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي. in which water that is present on Earth's surface or near to it، أيا كان بأي ووتر موجودة عندنا، moves continuously، بصورة مستمرة دائمة. الووتر سايكل دي ما بتقفش. تمام؟ from one place to another. تمام؟ تمام. many different pathways by getting changed among three states. يعني هتلاقي حضرتك عندك pathways كتيرة جدا زي اللي احنا قلناها دي. ليه؟ علشان هي عندها states كتير، فممكن يبقى عندك pathway بتاع evaporation. pathway اللي هو طريق يعني يعمل لك evaporation، طريق تاني يعمل لك condensation، طريق تالت يعمل لك rainfall او precipitation. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب ده رسمة سريعة كده
تعالوا نشوف عليها بعدها نقرا السلايدز. ووتر سايكل، ادي الاوشن تمام. حصل ايه؟ حصل ايفابوريشن، بدا يتبخر. ليه؟ اصل الشمس ايه؟ عامله شغلها معانا، فبدا يحصل ايفابوريشن، السيرفس بتاع الووتر يتبخر يطلع لفوق. طب وبعدها يحصل كوندنسيشن، بخار الميه ده يترسب يتجمع هنا كده، يحصل كوندنسيشن تجمع للميه، تكثف للميه، يعمل لي الكلاودز، فورميشن اوف كلاودز. طب الكلاود دي لما تبدا تتقل، يعني كوندنسيشن ورا كوندنسيشن ورا كوندنسيشن، تبدا تحصل بريسبتيشن اللي هو الرين فول او سنو فول. لو وقعت على توب اوف ماونتن تعمل لك السلوب، تعمل الايس بارت. ممكن بصوا التلج يسيح من على اصلا الجبل وينزل في بحيره فريش ووتر. احنا اتفقنا الليك هنا ما جنبهاش صوت، فهي فريش ووتر عادي. تبدا تحصل ايه؟ او صوتي ووتر مش فارقه كتير. تبدا تحصل infiltration process، water infiltration، leakage through pores. يبدا الميه تتسرب ما بين ايه؟ الحفر اللي موجوده في الارض، ترجع تاني للميه او تتكون تحت في هيئه ابار بقى او ايا كان. خلاص، ده اللي بنسميه الجراوند ووتر اللي هي المياه الجوفيه. على الجنب بقى كده لو بصيت هتلاقي ان بيشارك برضه في الايفابوريشن الشجره الحلوه دي، لانها بتعمل عمليه ترانسبيريشن، يعني بتطلع ووتر فيبر من الليفز بتاعتها، فبتعمل عمليه ترانسبيريشن. او الدب الجميل اللي هنا ده كده بيعمل ريسبيريشن، بيطلع هو كمان ووتر فيبر. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. تاني باكد عليكم، هي كلوزد سيستم، دايره مغلقه. تمام؟ تعالوا بقى سريعا كده نقرا البروسيس اللي عندنا. اول حاجه هي الايفابوريشن. تاني بقول لكم ان الاوشن سيرفيس دي بدات تتبخر بعوامل الشمس، هيت انرجي نازله عليها، بتسخنها لحد ما تتبخر. اسمها ايه البروسيس دي؟ اسمها ايفابوريشن. بتحصل للووتر بوديز، تمام، الاجسام المائيه، محيط، اوشن، سي، ريفر، ايا كان. طيب تاني حاجة في الووتر سايكل هي البيولوجيكال بروسيس اللي احنا اتفقنا. البلانت مثلا بيعمل ترانسبيريشن، بيخرج ووتر فيبر من الليفز بتاعته. ادي البلانت، هتلاقي ادي الليفز بتاعته ويخرج منها ووتر فيبر. الريسبيريشن احنا بس اللي نعمل ريسبيريشن، نتنفس، نخرج ووتر فيبر في الاكسهاليشن. الاكسكريشن ده الاخراج، احنا والنبات بنعمله هو ان احنا نخرج الزيادات اللي مش عايزينها، الويست برودكت، الحاجات اللي هتضر جسمنا ومحتاجين نتخلص منها في اسرع وقت. ان شاء الله الترانسبيريشن والاكسكريشن هننهي بيهم الحصه الجميله دي ان شاء الله، ولكن بشيء برضو ايه يعني سهل جدا، مش تفصيل خالص. انا عايزه اقول في ثانيه ثانوي كان في تشابتر اسمه اكسكريشن، فيعني احنا هنقول سلايدين 3 يعني. اوكي ده سريعا كده اهو الجاز اكسشينج اللي هو الريسبيريشن اللي احنا بنعمله. احنا بنخرج اير عن طريق الاكسبيريشن، تمام، او الاكسهاليشن. ترانسبيريشن زي ما انتم شايفين كده، ادي الليفز بتاعت النبات بيبدا يحصل فيها ترانسبيريشن، تفقد ووتر فيبر، تفقد ايه؟ ووتر فيبر. فطبعا ده بيساهم كمان في الووتر سايكل. ده الاكسكريشن بقى هو شبه الريسبيريشن، ولكن الاكسكريشن بيحصل عند النباتات برضه. النباتات برضه بتعمل اكسكريشن، ولكن طبعا مش باللانكس يعني. ولكن عايز اقول لكم ان اللانكس بتطلع كربون دايوكسيد اللي برضه بيطلع في الاتموسفير وهكذا، فهو برضه بيشارك في الووتر سايكل. اتفقنا؟ ايه اتفقنا؟ طيب كوندنسيشن بروسيس، الكوندنسيشن اللي بتحصل بعد الايفابوريشن. بيبدأ يحصل evaporation للأوشن، بعدها تتجمع يحصل condensation. اللي عايزاكم تبقوا عارفينه كويس قوي ان الكوندنسيشن هي بتعمل contribution لإيه؟ للفورميشن اوف كلاودز، هي السبب في الفورميشن اوف كلاودز، في ان الكلاودز تتعمل. ليه؟ لأن المية اتجمعت الووتر فيبر، بخار المية اتجمع عمل لي ايه؟ عمل لي سحابة. اتفقنا؟ يبدأ بعد كده يحصل ايه؟ يحصل precipitation. البريسبتيشن هو الرين فول، هي السبب في وقوع المطر او السنو. خلاص، بعد الكوندنسيشن تبدأ تتقل فينزل precipitation الرين فول. اتفقنا؟
اخر حاجه ان ممكن يحصل انفلتريشن او الليكج بروسس اللي هي التسريب بتاع الميه، ان الميه تدخل ما بين الايه الشقوق بتاعه الارض كده، يحصل لها انفلتريشن، سواء بقى ترجع تاني لبحيره او ان هي تعمل بير هكذا يعني. خلاص اوكي طيب دي اهم حاجه عندنا. وانا هنا بس حابه اوريكم شكل الانفلتريشن. يعني لو واخدين بالكم هنا هتلاقوا الووتر بتنزل اهي بتعدي هنا كده في الارض، ده خرم في الارض، هي قدرت شقوق في الارض هي بتقدر تعدي منها، تبدا تدخل على الووتر بارت وترجع تاني يحصل لها ايفابوريشن بسبب الشمس، وبعدها كوندنسيشن، بعدها الكوندنسيشن يحصل بريسبتيشن رينفول وهكذا. فتاني باكد عليكم هي كلوزد سايكل. اوكي طيب هنا بقى بيقول لي water cycle effect on nature. الووتر سايكل اللي احنا شايفينها دي بتأثر على كوكب الأرض وبتغيره، بتسبب فيه تغييرات physically وكيميكالي وبيولوجيكالي. ايه ده؟ ازاي؟ قال لي والله الووتر سايكل بتاعتك دي بتأثر physically على كوكب الأرض. ازاي؟ قال لي والله مثلا الماونتن اللي اتعمل عليه تلج ده، طب التلج ده ممكن يسيح، وهو بيسيح وهو نازل هيغير في شكل الجبل، يبقى هو كده عمل تشينج فيزيكالي، غير الشكل بتاع الجبل. او الرينفول نزل على مثلا سويل تربه، فبقى عمال يخبط فيها يرزع فيها لحد ما غير شكلها. يبقى الميه النازله دي ووتر، الرين ووتر مثلا او الرين فول او الايس لما يسيح بيبداوا يغيروا في تضاريس الكوكب، فبيغيروا physically في الارث سيرفيس او chemically. ايه ده؟ ازاي؟ قال لي والله ما انا ممكن تبقى عندي عوالق في الجو، يعني ممكن يبقى في حاجات في الجو، غازات مثلا الميه تاخدها وتنزل، بنسميها acid rains. كانت عليكم في المنهج السنه اللي فاتت واتلغت. acid rain ايه؟ ميه بس مطره بس متلسوعه. الاسيد رين دي ممكن تحفر في الارض، تغير فيها اصلا، تغير في شكلها بشكل كبير جدا، وكمان بتغير في طبيعه الجو اللي حوالينا، صح؟ اوكي يبقى ممكن تغير كيميكالي، ممكن تغير فيزيكالي. طب بيولوجيكالي ازاي؟ اقول لك ده انت بتهزر بقى. الميه لو حصل لها، لو افترضنا مثلا ان كان في بحيره هنا والبحيره دي حصل لها كلها ايفابوريشن، ايه اللي هيحصل للاسماك اللي كانت ممكن تبقى موجوده هنا؟ هتموت خلاص. فهي بتأثر على الكائنات الحية بمكان تواجدها، لو راحت من حتة لحتة فهي بتأثر على الحيوانات اللي جواها، زي مثلا الصحراء، زي الغابات أو زي المحيطات. تمام؟ هنا المية، وجود المية بيخلي البيولوجيكال انفايرمنت مختلفة تماما عن المكان اللي ما فيهوش مية. اتفقنا؟ اتفقنا. بمناسبة بقى موضوع الأسيد رين ده، عشان أنا افتكرت كنت عايزة أكلمكم فيه أول حصة بس حقيقي نسيت. هو ان المنهج بتاعكم فيه حاجات كتير متغيره عن السنه اللي فاتت، كتير متغيره، يعني مش حاجه ولا اتنين. فانا بستسمحكم ما ينفعش خالص تشتغلوا بماتيريال بتاعت السنه اللي فاتت. اولا في شابترين ملغيين، ده مبدئيا انتوا دفعه محظوظه، بس في حاجات في المنهج جوهريه متغيره، في حاجات متشاله، في حاجات متضافه. يعني تمام نص الحصه النهارده تقريبا ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت. فعايزه اقول لكم لو سمحتوا ما تعتمدوش على اي ماتيريال من السنه اللي فاتت، سواء انتوا مثلا ممكن اخوكوا، صحابكوا، جيرانكوا، اهلكوا كانوا مثلا جايبين كتب، فخلاص انا هذاكر من الكتاب ده وهعتمد عليه وهسيبني من الدنيا وهدخل الامتحان، هتلاقي نفسك بتلبس في حته كبيره قوي. فلو سمحتوا ما ينفعش نعتمد على اي ماتيريال من السنه اللي فاتت. اوكي طيب احنا عامه قربنا نخلص، يعني تفائلوا احنا قربنا نخلص خلاص. دي تلخيص بقى للووتر سايكل كلها، التغييرات اللي بتعملها. ووتر سايكل تاني، الووتر بيحصل ايفابوريشن بسبب الهيت اللي نازل من الصن، تبدا تتبخر لحد ما توصل فوق في السماء، تبدا تتكثف، يحصل كوندنسيشن. الكوندنسيشن ده هو سبب الكلاود فورميشن، السحب اللي احنا بنشوفها دي ناتجه من الكوندنسيشن. بعد ما تتقل كلاود ورا كلاود ايفابوريشن، كوندنسيشن، يبدا يحصل بريسبتيشن، تتقل نقطه الميه فوق ما تبقاش قادره تشيل نفسها ولا تطير تاني فتنزل تحت.
تنزل تحت precipitation رين فول، يرجع تاني سواء يحصل له infiltration leakage تسريب ما بين الارض او ما بين شقوق الارض، او يرجع تاني مكان ما بدأ. اتفقنا؟ ايه طبعا. اخر بقى موضوعين معانا النهارده هو زي ما قلت لكم كده الترانسبيريشن والاكسكريشن. هنقول كلمتين على كل واحد واقول لكم ايه سلام عليكم قوي لحد كده، يعني كده كفايه عليكم. طيب اول حاجه هي الترانسبيريشن. قال لي الترانسبيريشن دي بكل بساطه هي خروج ووتر فيبر من الليفز. طب من الليفز كده وخلاص وسكت؟ قال لي لا، ده الليفز دي بيبقى فيها فتحات. الليفز بيبقى فيها فتحات تشوفها بعينك بس هي موجوده. الفتحات دي بنقول عليها ستوماتا. ستوماتا تاني ثانوي كانوا بيتنفخوا، كان في درس كمان على الحته دي انتوا يعني اتحمتوا جدا. المهم الستوماتا دي فتحات بتفتح وبتقفل، لما بتفتح بتخرج ووتر فيبر منها. بس ده كل اللي انت عايزك تعرفه. الووتر فيبر دي بتشارك في الووتر سايكل. طيب تعالوا نشوف الموضوع اكتر ونقرا الديفينيشن بتاع الترانسبيريشن. قال لي والله as the process هي process by which the plant loses excess water زيادة عنده مش محتاجها، فهيئة water vapor in the form of water vapor منين through leaves لا الاستوماتا اللي على الليف. الاستوماتا دي فتحات هوريها لكم دلوقتي تمام موجودة على الليف. البلانت بيفقد منها ووتر فيبر. طب الليف بس؟ قال لي لا، اي جزء اخضر في البلانت هتلاقي فيه الاستوماتا دي. زي كده عيدان الملوخيه الستم الهربيشس ستم. هربيشس يعني خضره زي بتاع الملوخيه كده، لكن الشجره التخينه اللي في الشارع اللي بقالها 50,000 سنه عايشه معانا اكتر من قبل ما يبنوا العماره وهي موجوده، الجذع بتاعها خشب، الجذع بتاعها ما فيهوش استوماتا، ما ينفعش يحصل منه ترانسبيريشن من الاستوماتا. في ترانسبيريشن نوع تاني بس مش عليكم خلاص. اوكي طيب اخر حاجه في الترانسبيريشن بيقول لي بقى ايه اهميتها؟ ايه اهميتها؟ حد يقول لي عشان البلانت يفقد الاكسس ووتر اللي عنده، اقول لك لا عادي، البلانت مش محتاج يفقد الاكسس ووتر اللي عنده، مش هتضايقه قوي يعني، لو على قد انها اكسس ووتر عادي مش فارق معاه. بس الامبورتنس الحقيقي خليني بس اوريكم الاول الاستوماتا اهو. ده شكل الاستوماتا وهي مفتوحه، هتلاقوها عندكم في البوكلت ان شاء الله تبقى واضحه اكتر من كده، وهتلاقوها وهي مقفوله كلوزد ستوماتا. طبعا الكلوزد ستوماتا مستحيل يحصل منها ترانسبيريشن لان هي مقفوله، لكن اول ما النبات يفتحها يبدا يحصل ايفابوريشن للووتر. الووتر تبدا يحصل لها ايه؟ تتبخر ويطلع ووتر فيبر منين؟ من الاستوماتا. الاستوماتا دي موجوده في الليفز او اي حته خضراء في البلانت، فلو هو نبات صغير الحلو الملوخيه الكزبره اللي مش عارف ايه هتلاقي هربيشس ستيم، الستيم بتاعه اخضر، يعني الستيم برضه هيكون عليه استوماتا، يعني الستيم برضه ممكن يحصل منه ترانسبيريشن. اوكي هنا بوريكم اهو الترانسبيريشن اللي بيحصل. ادي الاستوماتا بتفتح، الووتر فيبر بيخرج منها، الليف شايفين كل ده عمال يتخرج ووتر فيبر من الاستوماتا. طيب ايه اهميه بقى الترانسبيريشن؟ تعالوا نشوف سريعا كده. قال لي اول حاجه شيء غير متوقع جدا هو ان احنا نقلل درجه حراره النبات، وده نفس اللي بيحصل عندنا بالظبط لما بنيجي نعرق. فعليا احنا جسمنا مش عايز يعرق، يعني هو مش بيعرق لهدف ما خالص، ولكن اسالوا نفسكم كده احنا بنعرق امتى؟ بتلاقي نفسك عرقان ومش طايق نفسك؟ لما الجو يبقى حر، احنا لما جسمك يسخن. ولان ما ينفعش جسمك يسخن، وهنفهم ده كمان ان شاء الله كمان كام حصه كده لما ناخد الانزيمز، هتلاقي ان ما ينفعش جسمك يسخن. ليه؟ لانه هيبوظ، في جوه حاجات مظبوطه بالتمبريتشر قد كده بالتنتوف، ما ينفعش التمبريتشر تزيد قوي كده. فان يبدا يحصل في جسمنا، قال خلاص انا عشان اتخلص من الحراره اللي جوايا دي انا هطلع الووتر، والووتر بدورها انها هتعرف تسحب جدا الهيت، فتسحب الهيت، يبقى ادي الهيت اللي جوايا، الووتر تسحبه وبعدها تتبخر، يبقى انا كده خلصت من الحراره اللي جوايا. فانا مش هعرق الا لو الجو سخن، الا لو جسمي سخن في الحر، لكن في السقعه في الشتاء هتعرق؟ مش قوي، لا مستحيل.
لو جسمك درجه حرارته ستيبل قوي او خلاص مش هيعرق، مش محتاج يعرق. وكذلك النبات، هو مش بيعمل ترانسبيريشن عشان هو جايباه، لكن لما يبقى الجو حر قوي والشمس قاعده تحتها يعني 24 ساعه، فيبدا ايه اللي يحصل؟ درجه حراره البلانت بتعلى، فهو مش هيستحمل، فيبدا يطلع ووتر فيبر. الووتر فيبر وهي طالعه بتاخد معاها الهيت، تاخد معاها الحراره، فتبدا تسحب الحراره من جسم النبات، او لو العرق مثلا من جسمنا، بس انتوا عارفوا ترانسبيريشن في النبات بس ما بيحصلش فينا، ستوماتا وليفز فاكيد مش احنا. يبدا ياخد الهيت ويبدا يطلعه وهو بيتبخر، خلاص شكرا، الحراره الزياده دي طلعت في الجو. طب بس كده؟ قال لي لا، فعليا كمان سبب importance بتاعت الترانسبيريشن. قال لي ان هي بتساعد على الاسنت اوف ووتر ثرو زايلم. يعني ايه يا حاجه؟ انتوا مش عليكم تفاصيل خالص خالص، بس انا هحاول افهمكم الفكره بسرعه، لان انتوا مش هينفع تاخدوا تفاصيل، انتوا مش فاهمين يعني ايه اوسموسس، فمش هقدر اشرح بتفاصيل لسه يعني، ما ينفعش. فحاولوا تاخدوا الفكره العامه، وهي مش عليكم اكتر من كده يعني. خلاص؟ طيب كتاب المدرسه حتى مش كاتب لكم كيفيه، هو كاتب لكم بس ان هي بتساعد على ان الميه تطلع من الروت للليفز ثرو زايلم. احنا عارفين ان الووتر بتطلع من الروت، تمام، للليفز ثرو الزايلم. بيبقى فيه زايلم هنا كده هو اللي بيطلع الووتر. قال لي الترانسبيريشن بقى بتساعد الزايلم ده، او بتساعد الووتر انها تطلع في الزايلم. ازاي؟ من الاخر كده، من الاخر اعتبروا هنا في كراسي، هنا في كرسي 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 كرسي، في كل كرسي من دول بيقعد نقطة مية. خلاص؟ والمكان عندنا يعني زحمة، مش عايزة اقول لكم الزحمة قد ايه. فتبدأ المية تطلع، خلاص؟ كل نقطة مية تاخد لها الكرسي بتاعها، والبلانت يستعملها وكل حاجة زي الفل. طب وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ ما هو البلانت وهو بيعمل فوتوسينثيسيس بروسيس محتاج مية. طب اعمل ايه دلوقتي؟ المية اللي عندي دي ادمت، خدت الحاجات النيوترينز منها، عايز مية جديدة، عايز حاجات فيها املاح. انا محتاج افضي الكراسي اللي عندي دي. فيفضيها ازاي؟ يعمل evaporation ليها عن طريق الترانسبيريشن، يعمل ترانسبيريشن. اول ما يعمل ترانسبيريشن الكراسي دي تفضى. طب لما الكراسي دي تفضى ايه اللي يحصل؟ المية تتسحب تاني، اكنك بالظبط بتشفط من شفاطة العصير كده، وانت اهو وادي الشفاطة هي دي الزايلة، وانت تروح عامل ايه؟ ساحب المية لفوق، مش هي اللي بتطلع لك، انت اللي بتسحبها من فوق. فخروج المية دي لقوا ان الترانسبيريشن اللي بيحصل ده اكنه بالظبط شفاطة، بيشفط المية من تحت، فبيساعد ان هي تطلع ثرو الزايلم من الروت لايه؟ للليفز. اتفقنا؟ مش عايزاكم تعرفوا اكتر من كده. اوكي اخر حاجه معانا النهارده وهي الاكسكريشن. الاكسكريشن بطريقه بسيطه جدا هي عمليه الاخراج. انا مش هبقى عايز اخرج حاجه من جسمي غير لو هي زباله، هي حاجه ويست برودكت، حاجه فضلات انا مش عايزاها يا عم، فهبدا اخرجها. فقال لي والله هي فايتال بروسيس، لان انا تخيلوا كده حطينا بلاش جواه يعني بلاش، حطينا كيس الزباله بتاعنا قدام الباب محدش رماه، صحينا تاني يوم كيس تاني قدام الباب محدش رماه، صحينا تالت يوم كيس تالت قدام الباب محدش رماه، احنا بقينا يعني الدور اتملى زباله، بقت حاجه يعني وحشه جدا. جسمنا كده، جسمنا بيطلع ويست برودكتس هو مش محتاجها، ومش بس مش محتاجها، لو حصل لها accumulation، لو ترسبت جواه، لو بقت كده دور ورا دور ورا دور ورا دور ورا دور جواه، ممكن يموت. ليه؟ لان الزباله ويست برودكت مش محتاجها، ممكن تحصل تسمم، يعني ممكن تسبب تسمم. فليه تعمل كده؟ لا خلاص، احنا ربنا عمل لنا حاجه اسمها عمليه اسمها اكسكريشن، نقدر نخرج المواد الويست برودكت بره جسمنا. ليه؟ عشان ما نموتش. خلاص؟ يبقى ايه هي الاكسكريشن؟ قال لي والله دي فايتال بروسيس، يعني لو ما عملتهاش اموت. فايتال دي يعني حاجه مهمه جدا، ما ينفعش ما اعملهاش. باي ويتش ليفنج اورجانيزم، اي كائن حي في الدنيا لازم يعمل عمليه الاكسكريشن دي، اي نبات، حيوان، مايكرو اورجانيزم، بكتيريا، اي حاجه لازم تعمل عمليه اكسكريشن. ليه؟ عشان تتخلص من الويست برودكت اللي موجوده جواها.
طب وهو انا جوايا جسمي ويست برودكت ليه؟ قال لي والله اصل جسمك بيعمل ميتابوليك اكتيفيتيز، بيعمل حاجه اسمها ميتابوليزم. مش هدخلكم في تفاصيل لان هو اوريدي علينا بتفاصيل جنة يعني قدام ان شاء الله. فلما جسمنا بيهضم البروتين بيطلع نيتروجينس ويست. ليه؟ لان هي ويست فيها نيتروجين فبنسميها نيتروجينس ويست. زي مثلا اكزامبل عليها يوريا او زي اليوريك اسيد، ده الطيور هي بتطلعه، هتلاقوه شويه سيمي سوليد كده. تمام. دول الحاجات اللي احنا بنخرجها في صوره يورين. احنا عندنا يوريا بنخرجها في صوره يورين. تمام. ده كده عمليه اكسكريشن احنا بنعملها علشان جسمنا يتخلص من الويست برودكت. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب تعالوا سريعا نشوف الاكزامبل اللي احنا لسه قايلينها دي دلوقتي. الاكسكريتد برودكت دي زي ايه؟ زي الكربون دايوكسيد والووتر. انا جسمي مش عايز ميه يا عم، معاها زي ما قلت لكم كده، لو انا كتمتها جوايا كتير وبعدين اتحريت مثلا فانا محتاجه اعرق، او حتى لو ما اتحركتش بس يعني محتاجين برضه نخرج شويه ميه، مش معقوله مش هنخرج ميه خالص، محتاجين، انتوا اكيد فاهمين. المهم كربون دايوكسيد طبعا لازم نعمل اكسهاليشن للكربون دايوكسيد لان هو ويست برودكت بينتج من العمليات الكيميائيه اللي بتحصل جوه جسمنا. فما ينفعش اقول طب ما جسمي يبطل يعمل ويست برودكت، اقول لك خلاص هتموت حضرتك، يعني ما هو لازم يعمل كده عشان حضرتك تعيش. طيب والنيتروجينس ويست زي الامونيا واليوريا واليوريك اسيد، دي اكزامبلز على النيتروجينس ويست اللي هي بتيجي من الدايجيشن او الديجريديشن اوف بروتين تحديدا. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب اخر حاجه بس عايزه انبهكم ليها ان كتاب المدرسه قايل لكم الريسبيريشن بيعمله النبات والحيوان، والحقيقه ان مفيش حاجه اسمها البلانت بيعمل ريسبيريشن، مفيش حاجه اسمها كده، ولكن بيعمل سيلولار ريسبيريشن. الريسبيريشن هو اللي احنا قلنا عليه، اللي هو بيخرج نفس وبيدخل نفس وكل حاجه، ده احنا بنعمله ريسبيريشن. لكن السيلولار ريسبيريشن اي كائن حي بيعمله. وببساطه شديده عشان ما اطولش عليكم لان هو اصلا مش عليكم، هو الفكره كلها ان الجلوكوز بيدخل الخليه مع الاكسجين فيبدا يستعمل طاقه. جسمي اكنه هو اخذ الاكسجين واخذ الجلوكوز جوه الخليه، عشان كده اسمه السيلولر، عشان هو على النطاق الخلوي في خليه واحده. خلاص جلوكوز واكسجين يحصل ايه؟ يبدا ياخد الطاقه منهم ويطلع كربون دايوكسيد ويطلع انرجي. عشان كده اي كائن حي لازم يعمل سيل ريسبيريشن، بلانت او انيمال او هيومن. ولكن الريسبيريشن في الهيومن والانيمال بس، البلانت ما بيعملش ريسبيريشن. اتفقنا؟ اتفقنا. طبعا السيل ريسبيريشن دي كانت عليهم بالتفصيل السنه اللي فاتت، او مش في السنه اللي فاتت، في ثانيه ثانوي. انتوا عليكم بقى ايه؟ مش هتاخدوها خلاص، ما فيش بيولوجي في ثانيه ثانوي، انتوا عندكم تاريخ ما علينا. وده الريسبيريشن، العمليه الطبيعيه بتاعه التنفس اللي احنا بنعملها. بس كده، ثانك يو يا شباب. اتمنى ان شاء الله ان الدرس يكون خفيف لطيف ظريف، بجد ده اسهل درس عندنا السنه دي. عايزاكم تتفائلوا، عايزاكم تحاولوا تحبوا الماده، نحاول مع بعض نحب الماده، انا هحاول وانتوا حاولوا. والمهم ذاكروا، يعني ذاكروا حلو الواجب، واتقوا الله كده ساعتين 3 في اليوم، مش خلاص يعني معاكم 24 ساعه، شلنا ساعتين 3 منهم مش هيحصل ازمه. خلاص شدوا حيلكم كده وربنا يوفقكم، وان شاء الله اشوفكم الحصه الجايه على خير. باي باي.